عمرك وقعت من الدور ال 15 قبل كده وانت نايم؟ انا حصلت لي مليون مره قبل كده، والموضوع ضايقني وحسيت ان انا لازم اعرف ايه السبب. اللي بيحصل لي بقى ان انا ببقى نايم ومستلقي ومريح، وهوب مره واحده الاقي نفسي كاني وقعت من الدور ال 20. وبعد ما دورت لقيت ان تقريبا 70% من الناس بيحصل لهم نفس الموضوع ده. والتفسير العلمي للموضوع ده بقى ان دي ردة فعل احنا ورثناها من ايام اجدادنا القدامى اللي كانوا بيعيشوا فوق الشجر. طبعا عشان العيشه فوق الشجر بتبقى صعبه جدا وكلها خطر، فكان دي ردة فعل ان لو واحد فيهم نام كان ممكن يقع، فردة الفعل اللي ممكن تنقذه ان هو لسه بينام هوب مره واحده يصحى على طول. فهو ده اللي احنا ورثناه بالظبط. واضح كده ان احنا بدل ما بنورث السكر والضغط والحاجات دي بس، ناقصين احنا كمان نورث ردة الفعل للجسم. وطبعا احنا بقى اول ما جسمنا بيريح على السرير المخ بيشتغل وبيفتكر ايه ده انت هتستريح ولا ايه، هتقع من على الشجره يا معلم، يلا اصحي. يقوم جاي مديها واحد بانيك اتاك يصحيك على طول من النوم، ويحسسك ان انت كانك كنت بتقع من الدور ال20، لانه فاكر ان انت كل ده لسه عايش على الشجره، مش عايش في شقه عاديه ونايم على السرير عادي. بس طبعا انت لسه مخك شغال على السوفت وير بتاع مليون سنه فاتوا. والحقيقه بقى ان نظريه الشجره دي العلماء عمرهم ما عرفوا يثبتوها. والتفسير الحقيقي للموضوع ده ان انت اول ما بتيجي تنام مخك بيبتدي يطفي المواتير بتاعت كل حاجه، طفي النور، طفي العضلات، واحده ورا الثانيه، وكله ينام ننا اهو. واحيانا بقى قفل النور ده بيعمل قفله، وساعتها بيحصل ان في بعض الاشارات العصبيه تبتدي تهرب. وعصبيه اللي هي النيرف اللي هو العصب، مش جاي من العصبيه متنرفزه. ساعتها بقى عضلاتك بتبتدي كلها ترتبك، ومخك مش بيبقى فاهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيقرر يقول لك ان انت بتقع. وفي اللحظه دي مخك بيفقد السيطره على جسمك كله ومش بيبقى عارف ايه السبب. فانت كده قدامك حاجه من الاثنين مفيش غيرهم تصدقها، يا اما نظريه الشجره يا اما نظريه ان انت مخك بيفقد السيطره على نفسه وعلى جسمه. انت بقى عايز تصدق ايه في دول؟